يا جماعة، قبل ما ندخل على آرك ريسي لازم أقول لكم بسرعة كل اللي محتاجين تعرفوه عن موسم تشينسو مان الأول. يلا بينا، خليك مركز، ولو لسه مش مشترك الحق اشترك علشان التغطيات الجاية نار حرفيا. احنا دلوقتي في سنة 1997، بس مش ال 1997 اللي احنا عارفينها، لأ، دي نسخة تانية من العالم، والاختلاف الأساسي وجود كائنات مرعبة اسمها الشياطين. كل شيطان فيهم بيتجسد من خوف عند البشر، يعني لو الإنسان بيخاف من طماطم أو خفاش أو حتى من منشار، الخوف نفسه هو اللي بيخلق الشيطان، وكل ما خوف الإنسان يزيد قوة الشيطان تعلى أكتر وأكتر. الشياطين دول بياكلوا البشر، يرعبوهم، يزودوا الخوف، وهوب قوتهم تكبر. عشان كده صيد الشياطين بقى جزء أساسي من المجتمع. الحكومة عاملة منظمة اسمها السلامة العامة عشان تواجه الشياطين، وفي نفس الوقت العصابات والناس الطماعة بقى شغلهم يصطادوا شياطين ويكسبوا فلوس. ومن وسط كل الفوضى دي يطلع لنا دانجي، ولد غلبان فقير لدرجة صعبة، ووارث ديون ضخمة للياكوزا. باع عينه وباع كليته وباع حاجة تانية مش هقول اسمها، كل ده عشان يقلل الديون اللي عمرها ما بتنقص. بس عنده حاجة محدش تاني عنده، صديق مخلص، الشيطان الصغير بوتشيتا. دانجي وبوتشيتا بيصطادوا الشياطين للياكوزا، لكن مهما حاول الديون بتفضل زي ما هي، وحياته في الحضيض. كل أحلامه كانت بسيطة، نفسه يدوق توست بالمربى، ونفسه يعيش لحظة رومانسية بسيطة مع بنت، وخلاص. بعد ما الياكوزا كلفوا دانجي بشغلانة جديدة، هو وبوتشيتا راحوا لمصنع مهجور، بس هناك حصلت الكارثة. فجأة اتغدر بيهم واتطعنوا، والراجل العجوز من الياكوزا قال الحقيقة، إنهم عملوا عقد مع الشيطان عشان ياخدوا قوة أكبر، وبقوا خدام للزومبي ديفل، ويقتلوا أي صياد شياطين يقف في طريقهم. وفجأة الزومبي ديفل نفسه بينهار، ومعاه جيش كامل من رجال الياكوزا المتحولين لزومبيز، يهجموا على دانجي، يقطعوه حتت حتت ويرموه في الزبالة جنب بوتشيتا وكأنها نهايته. بس جوه الزبالة وهو بيموت، بوتشيتا يضحي بنفسه، يندمج مع قلب دانجي ويحل مكانه. وفجأة دانجي يصحى من تاني، بس مش زي الأول، عنده حبل طالع من صدره، يسحبه وبوم، دانجي يتحول لأول مرة لتشينسو مان. رأسه وإيديه بقت مناشير شغالة، ويرجع يقف على رجله ويندفع على جيش الزومبيز ويمزقهم واحد ورا التاني لحد ما يقتل الزومبي ديفل نفسه. كان يوم الصبح ماكيما، واحدة من أعلى وأقوى صيادي الشياطين في الأمن العام، توصل لمسرح الجريمة. هناك تلاقي دانجي مرهق ومجروح، وهو بيقع قدامها تمسكه وتحضنه، والحضن ده يخلي المناشير اللي في جسمه تسيح وتختفي. ومن اللحظة دي ماكيما تديه اختيارين، يا يموت على إيدها كشيطان، يا يعيش كالبت بتاعها. ودانجي بعقله البسيط، أول لما وعدته بفطار في الصبح وافق من غير تردد. خلاص دانجي بقى بتاعها رسمي. ماكيما تاخد دانجي معاها لمقر الأمن العام في طوكيو، ودانجي طبعاً واقع فيها رسمي، مبسوط وبيقول قد إيه متحمس يشتغل جنبها. ماكيما بعدها تعرف دانجي على واحد من التوب، أكي هاياكاوا، صياد شياطين محترف ومنضبط على الآخر. أول مهمة ليهم مع بعض كانت دورية بسيطة، بس أكي ما ضيعش وقت، واجه دانجي وفعلياً ضربه جامد، وقال له الأفضل تنشي حفاظاً على حياتك. بس دانجي على طريقته فهمها غلط تماماً، افتكر إن أكي بيحاول يبعده عن ماكيما، ولعها خناقة سريعة انتهت بضربة تحت الحزام من داندي، وهو بيعلن إنه مش هيتراجع بعد الفرصة الجديدة اللي جات له في الحياة. بيرجعوا بعدها لماكيما، وكل واحد بيقول إنها كانت تجربة سيئة وإنهم مش متفهمين خالص، لكن ماكيما طنشت تماماً وحطت دانجي وآكي في فرقة تجريبية واحدة، وكمان قالت لدانجي صراحة لو ما سمعتش الكلام هتتعدم. وفي مهمة تانية دانجي يقتل فيند باستخدام فأس بدل ما يشغلوا المناشير، وده يفتح باب خناقة جديدة بينه وبين أكي، اللي يزعقله ويقول له إنه مش بياخد خطورة الشياطين بجدية، وإن أرواح ناس كانت ممكن تضيع. والدانجي لسه مش فاهم هو عايز إيه من حياته، لحد ما يقرر هدف جديد، هدف سخيف لكن دانجي ستايل، يلمس شوية أوباي. وهنا ماكيما تعمل تقديم جديد، العضوة الجديدة في فريق آكي، باور البلاد فيند. في الأول دانجي يتصدم، فيند بتصطاد شياطين، بس أول ما يعرف إنها ممكن توصل له هدفه يتحمس بشكل مخيف. وفي أول مهمة ليهم مع بعض
باور تعملها بطريقتها المجنونة، تهجم وتقتل شيطان السيكو كامبر في لحظة جنون وفوضى مطلقة من غير إذن، واللي أصلاً كان تابع لصياد مدني. ماكيمة تعاقب باور ودانجي، بس طبعاً باور ترمي اللوم كله على دانجي. وهنا ماما ماكيمة تتعب بقى من عيالها وتقرر إنهم يتصالحوا غصب عنها وعنهم، وتديهم أمر مباشر يشتغلوا مع بعض. ده يخلي دانجي يرجع تاني لهدفه العظيم، يلمس شوية أوباي عن السفافة. وهنا الفرصة الذهبية، باور بتعرض عليه صفقة هتسيبه يلمس صدرها، بس بشرط إن يساعدها يقتل شيطان الخفاش اللي خطف قطتها مياوي. بياخدوا يوم إجازة ويسافروا لمكان مهجور، البيت اللي مخبي فيه شيطان الخفاش. ولما يوصلوا بتحصل الخيانة. الحقيقة إن باور جرت دانجي هناك عشان تقدمه كوجبة لشيطان الخفاش مقابل إنها تراجع لها قطتها. بس المفاجأة، باور تندم، الباد ديفل بياكل مياوي. وفي اللحظة دي بنشوف نشباك لباور زمان قبل ماكي ما تمسكها وقبل ما تبقى ضمن الأمن العام. كانت عايشة بحرية زي حيوان بري أكتر من كونها شيطان، تايهة وشرسة. وكانت خطتها إنها تسمن مياوي وبعدين تاكله، لكن في الآخر اتعلقت بيه وحبته بجد. ولما تشوفه بيختفي قدامها تقول لدانجي إنها أخيراً فهمت إحساس الخسارة اللي عايشه بعد ما فقد بوتشيتا قبل ما الباد ديفل يخطفها هو كمان ويبلعها. لكن دانجي لأ، لسه ما خلصش، يمسك في باد ديفل بجنون، وطبعاً علشان قلبه طيب ويتعاطف مع باور. المعركة تتنقل للمدينة، وهنا دانجي يكتشف إنه يقدر يرجع سلاحه جوه جسمه، وده يسمح له يرمي عربية وينقذ 2 مدنيين في اللحظة الأخيرة. وفي النهاية دانجي ينتصر، وباور البت أوفت بوعدها. أول ما دانجي يبدأ يحتفل، بوم، يظهر شيطان العلق الكاش بتاع الباد ديفل ويهجم عليهم فجأة ويقطع دراع دانجي من غير رحمة. دلوقتي ومع كمية الدم اللي خسرها، دانجي بالكاد يقدر يطلع منشار واحد، بس برضه بيقف وبيحارب علشان يحمي باور ومياوي، وأيوة علشان الحلم العظيم بتاعه. وبينما الليتش ديفل خلاص هتنهي عليه، مين ينقذه؟ الحازم البارد آكي هاياكاوا يدخل من العدم ويستدعي قوة شيطانه المتعاقد معاه، شيطان الثعلب، وياكل نص الليتش ديفل في لقمة واحدة. بس طبعاً القوة دي ليها تمن، وآكي خسر جزء من جسده مقابل استخدامها. بعدها آكي يقعد دانجي وباور ويشرح لهم إن التعاقد مع الشياطين مقابل أجزاء من الجسم ده الطبيعي جداً في شغلانته. ومع عملية نقل دم، دراع دانجي تركب تاني كأنها جديدة. ماكي ما تقرر إن باور هتعيش معاهم في نفس البيت. وهنا يبدأ الجحيم الحقيقي. البنت فوضوية مش نظيفة وتقف وتاكل الخضار كأنها طفل عندها 5 سنين. ويا سلام بقى على لحظة دينجي العظيمة اللي كان مستنيها من أول يوم، لحظة ملامسة. اللي حصل؟ إحباط، كارثة، لأن اكتشف إن البت لابسة حشوات صدر. حرفياً الراجل وقف مصدوم، حس إن حياته كدبة كبيرة. يقعد مع نفسه ويسأل، هو أنا كل حلم هحققه هيطلع بالسخافة دي؟ يا دينجي يا ابني يا قلب أمك، لسه بدري عليك. وبعدين وهو في الشغل مع ماكيمة يعترف لها بكل براءة إنه زعل من تجربة لمس الصدر. يا نهار أبيض، تقول كده لمين يا ابني؟ بس ماكيمة تلعبها صح، تغيظه، تدلعه، وتقول له طب ما تيجي تجرب عندي، وتسمح له يلمس، وطبعا يطير، يتبخر، يدخل عالم رابع، ويبقى واضح جدا إن الموضوع مش لمس وخلاص، الموضوع مشاعر، اتصال، لحظة ليها معنى. وده اللي يا سيدي يكسر مخه حرفيا. وفي قمة الهيصة ماكيمة تديله هدف العمر، اقتل الجان ديفل وأنا أحقق لك أي أمنية في الدنيا، أي أمنية في حياتك. وتبدأ تحكي له عن الشيطان ده، ظهر من 13 سنة وفي 5 دقايق بس قتل أكتر من 1,000,000 شخص حول العالم، منهم أسرة آكي كلها، وبعدها اختفى. وده اللي خلى الحكومات تمنع الأسلحة نهائياً. دلوقتي السلامة العامة بتدور عليه من خلال أجزاء من جسمه اللي بتنجذب لبعض، ونشوف آكي وهيمينو وهم بيأمنوا قطعة من قوته، والنار اللي في قلب آكي تبان قدامنا. ده مش شغل، ده انتقام شخصي. ندخل على واحدة من أهم المهمات اللي قلبت الأحداث. فريق آكي، دانجي، باور، هيمينو، آراي وكوبيني رايحين مهمة في فندق، لأن في شيطان مستخبي جوه وبلع جزء من الجان ديفل. يعني المهمة خطيرة جدا، الضغط عالي. هيمينو تدخل وتاخد الجو علشان ترفع معنويات الفريق، وكالعادة تضيف لمساتها المجنونة، بتقول لهم اللي هيقتل الشيطان ليه قبلة على الخد. لكن دانجي لأ، وضعه مختلف. تقول له ولو انت اللي قتلته هبقى اديك قبلة خاصة. الواد طار من الفرحة، حاسس ان حلم عمره قدامه على طبق.
بعدها نشوف فلاش باك لأول لقاء بين هيمينو وآكي عند مقبرة ضحايا الجان ديفل. المشهد مؤلم. هيمينو كانت خسرت 6 شركاء قبل آكي، تمسك إيده وتخليه يوعدها اوعى تموت، وإن اللحظة دي اتكون بينهم رابط قوي، مش بس شغل، مشاعر، خوف عليه واهتمام حقيقي. نرجع للفندق، الفريق يدخل والتوتر في السقف. هيمينو تقرر توريهم قوتها، يد شفافة قوية، وهنا تبدأ أول لحظات الرعب الحقيقية في الفندق. الفريق بيرف ويدور، والصدمة هم محكوسين حرفياً في الدور الثامن، مهما يمشوا يرجعوا لنفس المكان. الساعات وقفت، الزمن اتجمد، والجو مرعب لدرجة إن كوبيني خلاص هتعيط من الخضة. دانجي ولا هنا، الواد نام، اللي شافه في حياته مستحيل يخاف من فندق مسكون. هيمانو تقعد مع دانجي وتحكيله فلاش باك جديد، تحكيله إزاي هي وآكي قربوا من بعض، وإزاي علاقتهم اتكونت من وسط الدم والخسائر. اللحظة دي بتورينا قد إيه آكي مهم بالنسبة لها، وفجأة آكي يلمح الكائن اللي مستنيهم، Eternity Devil، حائط كامل ملوش نهاية، عبارة عن لحم وصرخات، قافل طريقهم ومش سايبهم يتحركوا. وهنا الشيطان يعرض عليهم صفقة شيطانية بمعنى الكلمة، هسيبكم كلكم بس ادوني دانجي. الدنيا تتشقلب، كوبيني تنهار وتصرخ إنها عايزة تقدم دانجي فوراً، لكن آكي لأ، ثابت، قلبه مليان إصرار، وهيمانو تقف جنبه من غير ما تفكر. الاتنين يرفضوا يرموه حتى لو معناه إنهم هم اللي هيموتوا، لكن الخوف اللي مالي المكان، الخوف اللي بياكلهم من جوه، بيخلي Eternity Devil يتضخم ويتوحش أكتر. الموقف بقى معقد جدا، كوبيني وقرايه اتوتروا وفقدوا السيطرة على نفسهم، وحصل ارتباك كبير، وفي الزحمة دي آكي اتأذى واتعرض لجرح صعب. أول ما دينجي شاف آكي مصاب إن لازم يتحرك فوراً، طلب من باور تساعد وتوقف النزيف، وفهم إن الشيطان اللي قدامهم مركز على دينجي لأنه حاسس بقوته. ومن غير تردد دينجي دخل جوه الشيطان علشان يحاول يضعفه من الداخل، بدأ يضغط عليه بكل طاقته. هدفه الوحيد كان إنه ينهي الموقف بأسرع وقت من غير ما حد تاني يتأذى. وأثناء المواجهة اكتشف دينجي حاجة مهمة، إنه لما يحصل على طاقة من الشيطان قدرته بترجع من جديد، وده خلاه يقدر يكمل من غير ما ينهار. وفي النهاية وبعد أيام من ضغط، الشيطان فقد قدرته على الاستمرار واستسلم تماماً. وقتها دينجي أنهى المواجهة ورجع للآخرين، وكل الفريق بقى في أمان. بعد كل التعب والمعارك، الفريق قرر يخرج يحتفل في مطعم. هيمانو كانت سكيرة جداً، حققت وعدها لدينجي، بس فجأة كل الفرح اتقلب. شيطان البندقية بدأ عملية على مستوى المدينة، هدفها القضاء على كل صيادي الشياطين في هيئة السلامة العامة. المدنيين تحت تأثيره شالوا أسلحتهم وبدأوا يقتلوا الصيادين. وفي قطار متجه لكيوتو، ماكيمة واحدة من اللي اتقتلوا، ودينجي وهيمانو وهم بياكلوا رامن اتواجهوا براجل، والصدمة الراجل ده قال نفسه حفيد رئيس ياكوزا القديم بتاع دينجي، وقال لهم بصوت مرعب: شيطان البندقية عايز قلبك. وبعدين طلق في دماغ دينجي وفي صدر هيمانو القاتل كاتانا مان، نصه إنسان ونصه شيطان. آكي ما استناش، دخل في معركة نارية معاه استخدما عقده مع الكيرس ديفل وضربه جامد، لكن الفوز كان قصير. فجأة أكاني سواتاري تظهر وبتقول له خلص الشغل. آكي بيتصاب إصابة خطيرة، الجو مولع. هنا هيمانو اللي على وشك الموت بتقدم جسمها كله لعقد أخير مع الجوست ديفل. العقد يتم وهيمانو بتختفي تماماً من الوجود، وما بقاش غير هدومها. آخر حركة من جوست ديفل إيدها المستقلة تسحب ريب كورد بتاع دانجي، وبس. دانجي بينهض تاني كتشين سو مان ويهاجم كاتانا مان وسواتاري فوراً. المعركة مولعة، بس في خضمها دانجي بيتقطع نصين على يد كاتانا مان، وسواتاري وفريقها بيشيلوا نص دانجي ويحطوه في عربية جاهزين ينقلوه. في القطر المتجه لكيوتو بنتفاجئ إن ماكيمة نجت من محاولة الاغتيال. مش بس نجت، لا ده قتلت كل المهاجمين بتوعها على طول. توصل لكيوتو وتلاقي تابعينها كوروسي وتندو، وتبدأ على طول تخطط لهجوم مضاد رهيب. ماكيمة بتعمل طقس غريب في ضريح على ارتفاع عالي، وبتستخدم سكناء الإعدام كأدوات، بتخليهم ينطقوا أسماء عملاء جون ديفل، واللي تسمي بيتم سحقه بقوة غامضة من بعيد. سواتاري وكاتانا مان بيبقوا في حالة ذعر كامل من القتل البعيد اللي بتعمله ماكيمة. وفجأة في لمسة ملحمية كوبيني تظهر بكل مجدها، بتهاجمهم، تقطع ذراع كاتانا مان وتخليهم يهربوا وتنقذ بقايا دانجي. بس اللحظة المؤثرة بقى لما تبقى كوبيني لوحدها مع نص دانجي، مصدومة ومرعوبة. ماكيمة رجعت على طوكيو بكل قوتها، وبتتلقى تقرير من مادوكا اللي هتستقيل.
الخبر صادم، أعضاء البشر في الأقسام من 1 ل4 تقريباً تم القضاء عليهم بالكامل، والبيج باسز قرروا يدمجوا الأقسام كلها تحت قيادة ماكيما لوحدها. في المستشفى آكي بيتعلم من دينجي وباور إن اللي نجوا فعلاً هم كوبيني ومادوكا بس. لحظة صعبة قوي، آكي يقعد لوحده ويعيط بحرقة على موت هيمينو، ودينجي يكتشف إن موت هيمينو مش محزن له، وده بيخليه يسأل نفسه سؤال كبير: هل اندماجي مع بوتشيتا سرق مني الإنسانية؟ بعد كده ماكيما بتعرف دينجي وباور على كيشيبي، الصياد الأسطوري للوحوش واللي كان المعلم بتاع آكي وهيمينو. التدريب أو يا حلاوة، كيشيبي بيقتل دينجي مرارا وتكرارا بسهولة رهيبة، وكمان يكاد يقتل باور. كل ده عشان يقويهم ويخليهم قادرين على مواجهة أي شيطان. وفي نفس الوقت آكي بيجيله زيارة من تندو وكروس، وبيأكدوا له إن فوكس ديفل اتركوا، وبيتم توجيهه إنه يعملوا عقد مع فيوتشر ديفل، الشيطان الأقوى والأغرب على الإطلاق. والفيوتشر ديفل يوافق على إنه يديله قوته مقابل إنه يسكن في عين آكي اليمنى. بعد ما خلص كيشيبي تدريب دانجي وباور القاسي والمكثف، هو بيلاحظ إنهم اتطوروا جامد وبقوا أقوى بكتير. بيبلغهم إن في غارة وشيكة على سواتاري وكاتانا مان، وده هيكون اختبار حقيقي لقوتهم الجديدة. في نفس الوقت ماكيما بتقابل رئيس يوكوزا عشان تعرف أسماء كل الأعضاء اللي تعاونوا مع جان ديفل، وبأسلوبها القاسي بتستعمل تهديدات مروعة عشان تحصل على المعلومات المطلوبة. بعدها بابليك سيفتي بتشن هجوم كامل على مبنى اليوكوزا اللي فيه عملاء جان ديفل. كيشيبي بيراقب من بره ويدير العملية، ويقدم الفريق الجديد تقريباً كله من غير بشر. سبيشال ديفيجن 4 بيضم فين زي بيم انجل ديفل. الفريق الجديد ده بيبقى عامل صدمة لكل الصيادين البشريين، والمعركة مش سهلة خالص. آكي بيقابل أكاني سواتاري اللي بتستخدم سنيك ديفل عشان تخلي جوز ديفل تابع لها دلوقتي. في البداية آكي بيقدر يواجهه باستخدام قدرة فيوتشر ديفل على التنبؤ بالمستقبل، بس آكي بيتذكر درس هيمينو إن جوز ديفل بيصيد من خلال شعوره بالخوف، فبيسيب كل خوفه، وده بيخليه غير مرئي للجوز ديفل، وبذكاء بيقطع رأسه. وأول ما سواتاري بتحاول ترد الهجوم، كوبيني بتظهر ماسكة إياها بالسكاكين وبتوقفها عن أي حركة. في نفس الوقت دانجي بيواجه كاتانا مان على قطار متحرك. بعد ما خسر كل أيديه وسلسلة رأسه، دانجي بيعمل خطة ذكية ويعمل تمثيلية هزيمة باستخدام سلسلة مخفية نمت من رجله. بيقطع كاتانا مان لنصين، وده بيعلمه درس كيشيبي: الفريسة عمرها ما تثق في كلام الصياد. بعد ما كاتانا مان بيهزم ويتقبض عليه، دانجي بيطلع بفكرة مجنونة يقيم تورنمنت مع آكي عشان ينتقم لهيمينو. قبل ما سواتاري تكشف أي معلومات زيادة عن جان ديفل، الثعبان بتاعها يقتلها بنفسها، غالباً بسبب شرط انتحارية في العقد بتاعها. بعد كده ماكيما بتبلغ الفريق إن قطع جان ديفل اللي جمعوها من العملاء كفاية دلوقتي عشان يقدروا يحددوا مكان الجسم الرئيسي، وده بيجهزهم للمرحلة الكبيرة الجاية. وفي وسط كل ده دانجي بيحلم حلم غريب ومقلق، باب غامض، وبيسمع صوت بوشيتا من الجانب التاني بيحذروا ويحذروا: ما تفتحوش أبداً. وده بيكون نهاية الموسم الأول من تشينسو مان. لو عجبتكم الملخصات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من حلقات تشينسو مان وكل الملخصات الجاية. ولو حابين ممكن نعمل قريباً ملخص خاص بريزي آرك، فخلوكوا معانا وشكراً على دعمكم المستمر.